هيرونيفر، أهلا بكم في بودكاست السيرة الفرعونية، المكان اللي بنحكي فيه حدوتة السيرة الفرعونية، سيرة الآلهة وسيرة الملوك وسيرة الشعب، زي ما حكاها لنا أجدادنا الفراعنة قدماء المصريين على جدران المعابد وفي المقابر وعلى التوابيت والبرديات، وبنحكي من أكتر من مصدر. كل ده بالمصري، اللغة المصرية الحديثة، اللهجة العامية الناتجة من العربي والمصرية القديمة. معاكم فيلو ألكسندر الثاني، ويلا بينا نبدأ. هيرونيفر او جرح نفر على حسب الوقت اللي انتوا بتسمعوا فيه الحلقة دي. هيرونيفر، هيرو يعني صباح ونفر يعني جميل، فهيرونيفر يعني صباحكم جميل، وجرح نفر جرح يعني مساء ونفر يعني جميل، فجرح نفر يعني مساءكم جميل. هيجل قال عن الديانة الفرعونية ما كانتش في قمة المثالية وما كانتش مادية جدا برضو، ولكن هي كانت وسط ما بين الاتنين، بتجمع ما بينهم يعني. وصامويل نوح كريمر قال الميل للتغيير ده صفة الفكر الأسطوري الفرعوني، لكن في سمة تانية فيه برضو، هو انه بيميل للثبات برضو. عشان كده هنلاقي ان التوازن بين الثبات والتغيير في الديانة الفرعونية في المجتمع كان هو الوجه الثاني للتوازن بين المادية والمثالية في الفلسفة الفرعونية المصرية القديمة. احنا النهاردة هنحكي قصة الوجود او نظرية الوجود حسب مدرسة هليوبلس، وهي اشهر قصة او نظرية بسبب طولها وتشعبها، ولأنها مش بتنتهي بس عند نشأة العالم، لا ده الأديب والحكيم والمفكر والفيلسوف المصري القديم عمل منها ملحمة كاملة. هي تعتبر أول ملحمة في التاريخ يعني بين قوة الخير وقوة الشر، ومن غير ما ينتصر حد على التاني. هنعرف ليه بعد القصة، وهنعرف مين الطرف الثالث اللي انتصر بس في الآخر خالص. ويلا بقى ما نقعدش وقت كتير ونبدأ. نص القصة بيقول: في البدء ما كانش فيه أي حاجة خالص غير مية أزلية أو مية أبدية، بحر كبير لا نهائي من المية الساكنة اللي ما بتتحركش، وهو كيان اسمه نون. وما كانش لسه ظهر للوجود أي حيوان أو نبات، ولا حتى الشمس كانت لسه اتوجدت، فكان ضلمة ومية وبس. وظهر فوق المحيط اللانهائي من المية ده تل أزلي على شكل هرم اسمه بنبن. فوق بنبن أوجد الإله أتوم نفسه بنفسه، وبدأ وجوده الذاتي. ووقف الإله أتوم فوق بنبن، فلقى نفسه وحيد كده وسط ضلمة وفراغ لا نهائي، فقعد يفكر وقرر إنه يوجد لنفسه زملاء أو رفقاء أو صحاب يعني. وكان الإله أتوم كامل بيحمل صفات الكمال كلها، فكان بيحمل صفات الذكر وصفات النتاية برضو في نفس الوقت. فهو عشان كان بيحمل الصفتين مع بعض، فهو حمل نفسه بنفسه، بقى حامل يعني. وبعد ما حمل من نفسه عطس، فالعطسة دي قال فيها تشو كده، فتشو ده خلت ظهر الإله تشو للوجود، وبقى إله الهوى والفضاء. وبعد كده بصق أو تف يعني، أتوم الإله أتوم تف، ولما تف استمنى بإيديه، فأوجد الإلهة تف نوت من تف ومنيه، وبقت هي إلهة الندى والرطوبة.
وفضل الإله أتوم في الضلمة يراقب الإله تشو والإلهة تفنوت، فعجبه حوار الجواز والخلفة ده، فقرر إن تشو يتجوز تفنوت، وبعد كده حملت تفنوت وخلفت نوت. فبقى كده عندنا أتوم الإله الكبير اللي جاب الكون والحاجات دي كلها، وبقى عندنا والإله أتوم ده خلف تشو وخلف تفنوت، وتشو اتجوز تفنوت وخلفوا لنا نوت اللي كان لقبها سيدة السماء، وهي إلهة السماء. وأخوها اللي جه بعديها الإله جب أو جب اللي كان لقبه جسد الأرض، وهو إله الأرض. وكانوا توأم لازقين في بعض، فهم لازقين في بعض كده خلفوا، بس لأنهم كانوا لازقين في بعض فخلفتهم ما كانتش ظاهرة للنور، ومحدش يعني كان عارف إنها موجودة. فأمر الإله أتوم أمر ابنه الإله تشو إله الهوى والفضاء إنه يدخل يفصل ما بين الاتنين جب ونوت، يخش يفصل ما بينهم. وفعلا الإله تشو دخل فصل ما بينهم، فبقى عندنا الهوى في النص ما بين السماء اللي هي نوت وما بين الأرض اللي هو جب. بقى عندنا الهوى اللي هو تشو في النص ما بينهم، وفصل ما بينهم، ورفع الإلهة نوت سيدة السماء بدراعاته الاتنين لفوق بعيد عن سيد الأرض جب. وساعتها بقى ظهر للحياة ولادهم، وكان عندهم 4 ولاد توأم. يا ترى مين ال4 ولاد التوأم دول؟ ال4 ولاد التوأم دول هم كانوا وسر نبجت أو أوزير أو أوزوريس، وأخوه أو أخته إست اللي هي إيزيس، وإخواتهم التوأم ست ونبت حوت أو نفتيس اللي معناها الحرفي ست البيت. يبقى كده بقى عندنا 4 إخوات جم من الإلهة نوت والإله جب، اللي هم وسر نبجت أو اللي هو أوزوريس يعني، وإست اللي هي إزيس، وست، ونبت حوت أو نفتيس. يبقى كده احنا اتكون عندنا تسوع هليوبلس المقدس، واللي هو عبارة عن، عد معايا كده على صوابعك، الإله آتوم الكامل أو المطلق، والإله تشو إله الهوى والفضاء، والإلهة تفنوت إلهة الندى والرطوبة، والإله جب جسد الأرض أو إله الأرض، والإلهة نوت واللي هي سيدة السماء أو إلهة السماء، إست الإلهة إست أو الإلهة إزيس، والإله وسر نبجت أو أوزير أو أوزوريس اللي هو سيد الأبدية، والإله ست، والإلهة نبت حوت أو نفتيس اللي هي سيدة البيت. وبعد لما الإله أتوم جلب للعالم القواعد والنظام، وبقى فيه في العالم قواعد ونظام اللي احنا هنعرفهم بعد كده في المستقبل، قواعد ماعت. بعد ما جاب القواعد والنظام للعالم قام بجلب النور للعالم برضو، لأن النور لازم لإتمام الحياة في العالم. وتحول الإله أتوم رع وبقى قرص الشمس المنير في السماء عشان خاطر يعمل الرحلة اليومية الدائمة في المركب الإلهي بتاعته، صباحا في عالمنا ومساء في العالم الآخر. يعني هو عشان خاطر بعد ما عمل العالم وعمل نظام العالم عشان خاطر يعمل نور بقى في العالم، اتحول من الإله أتوم اتحول للإله أتوم رع، وبقى عندنا الإله رع اللي هو قرص الشمس المنير في السماء اللي بيعمل الرحلة بتاعته زي ما احنا عارفين الصبح في السماء بتاعتنا وبالليل في العالم الآخر. تحت نور وإضاءة الإله أتوم رع اتجوز إست أو إزيس اتجوزت من أوزوريس، وأنجبوا لينا الإله حور أو حورس. وأوزير بعد كده عجبته الإلهة نبت حوت اللي هي أصلا اتجوزت أخوهم الثالث
أو الرابع ست، وعمل علاقة معاها، وبعد كده أنجبوا إمبو أو أنوبيس. ودول طبعا إحنا هنعرف قصتهم في المستقبل لما نتكلم أكتر عن الملحمة. ودي كانت قصة الوجود أو نظرية الوجود حسب مدرسة هليوبلس الفلسفية، وبداية أول ملحمة في التاريخ، ملحمة عائلة التاسوع، واللي هنخوض فيها مع بعض في المرات اللي جاية عشان نبحر مع بعض كده في أعظم وأجمل ما كتب البشر عامة والإنسان المصري القديم خاصة. طبعا زي ما قلنا قبل كده إن الحدوتة الفلسفية الخاصة بمدرسة هليوبلس هي أكتر تعقيدا من بدائية حدوتة مدرسة أشمون الفلسفية لتفسير الوجود أو كيف بدأ الخلق. وده طبعا بسبب ان العقل المصري اتطور اكتر وبدأ يراقب مش بس الطبيعة حواليه، لا ده كمان بدأ يراقب نفسه ويحلل تصرفاته وتصرفات المجتمع اللي حواليه والناس اللي حواليه. يعني هنلاقي ان حدوتة مدرسة أشمون الفلسفية هي بتعبر اكتر عن البيئة حوالين المصري القديم، زي الفيضان وانحصاره والحيوانات اللي بتبقى موجودة وكده، واستلهم فكرة الوجود من كل ده وراح عمل لنا اللي هي الحدوتة بتاعة مدرسة أشمون. لكن يعني إنما المرة دي الحدوتة واللي لسه في بدايتها ولسه هتكمل في مجملها هو مستلهمها من الطبيعة والحياة المجتمعية حواليه، مش من الطبيعة بس، لا من الطبيعة وكمان من الحياة المجتمعية اللي حواليه. فهو تأمل أفعال الإنسان وتصرفاته وطرق تعامله في المواقف مع البشر إخواته التانيين في الحياة، ومن كل ده حلل واستلهم وقال حدوتة التسوع المقدس وباقي الملحمة العظيمة. طبعا زي ما شفنا برضو هو تخيل ان اصل العالم ونشأته جت من المية، ودي يعني احنا هنلاقيها تيمة بيشترك فيها معظم الحضارات القديمة كلهم، بس المصري خاصة بقى مخصوص بيها عشان هو استلهمها وعرفها قبلهم كلهم. بسبب ايه؟ بسبب نهر النيل طبعا، اللي هو كان بيمثل اساس وما زال اساس المجتمع المصري من ساعة لما تعرف الحضارة في البشرية. وبرضه توصل ان العالم قبل ما يتوجد كان مجرد فراغ وظلام كبير بيعم الفوضى، وفكرة ان الفوضى ملياه دي عشان هو كان عارف ان عكس النظام الفوضى، وبسبب غياب النظام لانه ما كانش لسه اتوجد فبالتالي اكيد كان في فوضى. وسواء هو استلهم الفكرة دي وطورها من المدرسة الفلسفية اللي سبقته، وده المرجح يعني، او انه انشأها من البيئة حواليه، ففي الحالتين هو ما كانش مجرد بيخمن او بيقول بحدسه، بل لا هو كان بيقول نتيجة لملاحظته وتحليله للعالم اللي حواليه. يعني هو كان بيشوف ان بيبقى فيه فوضى الاول وبعد الفوضى دي بيحصل نظام، ونتيجة غياب النظام ده بيبقى فيه فوضى. وتخيل العالم بدأ من فوق شكل هرمي أو مسلة، علشان كده ده أحد الإثباتات إن الحضارة المصرية حضارة حياة بتهتم بالحياة مش بالموت. بس ده موضوع لحلقة تانية في البودكاست يعني. المهم إنه عشان تخيل ده بنى الأهرامات والمسلات على الأشكال بتاعتها دي، او هو بنى المسلات والاهرامات على اشكالها دي واستلهم منها الجزء ده في الحدوتة. وبعد كده هنلاقيه بيخلي آتوم هو المنشأ الرئيسي للعالم والسبب فيه، وخلاه هو السبب الاول او العلة الاولى زي ما بيقولوا. ومعنى اسم آتوم في لغة ميدو نتر اللي هي المصرية القديمة معناه الكامل او المطلق او الظاهر، وده كان الى حد ما عكس الاله امون. لو تفتكروا في ثمون اشمون او ثمون الاشمونين المقدس، هنلاقي كان معنى الاله امون
انه كان معناه الخفي او الغير ظاهر، لكن هنا هنلاقي الاله اتوم كان اكثر كمالا، وهو الخفي عن العيون ومحتجب، لكنه في نفس الوقت برضه ظاهر وساطع، نفس ظهور وسطوع الشمس في هيئة رع. لذلك في المستقبل لما نشوف سوا رحلة الشمس هنلاقيه انه بيعدي بكذا مرحلة، بياخد فيها كذا هيئة. يعني في الاول بيكون امون الخفي لانه هو بيبقى متخفي مش باين في السماء، وبعد كده بيبقى اتوم الكامل، وبعد كده بيبقى راعي المجنح، بل وكمان بياخد هيئة أوزوريس احيانا برضو لما بينزل في العالم الاخر الناحية التانية. لكن ده برضو موضوع لي حلقة بودكاست مستقبلية هنشرح فيها الموضوع ده كله بالتفصيل. وبعد كده اتوم بيوجد تشو وتفنوت للحياة، ورغم طريقة ايجاده ليهم العجيبة دي، الا انه عبر عنها كويس. يعني المصري القديم عبر عن الموضوع ده كويس جدا. فوجود الهواء في العطس فكرة جيدة جدا وسبب جيد لنشوء الاله تشو، وكمان ياخد اسمه من نفس الفعل. وفكرة تف ومني اتوم هم برضو فكرة جيدة جدا عشان تكون منشأ إلهة الندى والرطوبة. بس لو كنا فهمنا ان الهوى في العطسة مهم لفكرة إله الهوى، فليه هنا المني مهم لإلهة الندى والرطوبة؟ مش كان أولى يكتفي بعملية التف بس، وهي بتعبر جدا عن الندى والرطوبة اللي محتاجهم ومطلوبين في الفكرة؟ لكن انت هنا ما أخدتش بالك من حاجة، ان الإله أتوم كان كامل في كل شيء، وبالتالي فهو بيحمل صفات الذكورة والأنوثة اللي هي مطلوبة لعملية إنشاء جيل جديد. فلو هو أوجد الهوى في صورة الإله تشو عن طريق العطس، وانتقلت قوة التحكم في الهوى عن طريق فكرة العطس والدفع الهوائي اللي في العطس للإله تشو، ففكرة المني كانت لازمة لنقل قوة التناسل وإنتاج أجيال جديدة للإلهة تفنوت، عشان تكون هي الأم الأولى للعالم، ويكون فكرة الندى والرطوبة اللي هم الشكل الأولي للمية هم التعبير المصري القديم عن أساس الحياة. فممكن تقول إن لو كان بيحمل صفات الذكر والأنثى، اشمعنى اختار الوسيلة الذكورية للموضوع؟ يعني ليش اشمعنى اختار المني مثلا، ما اختارش البويضات؟ فهقول لك اننا هنلاقي ان في العملية الجنسية اللي بيخلي فكرة ايجاد كائن جديد هو خروج مادة من الذكر خارج جسمه ظاهرة، وليس الانثى، بل ودخول المادة دي في الانثى، المادة دي بقى اللي هي المني. فعلشان كده دي كانت لازمة بفكرة خلق عالم جديد، اللي هو يدخل المني للانثى، فتبقى الانثى المني ده له علاقة بالانثى مش بالذكر، لان هو كده كده بيخرج من الذكر، بس لازم يبقى موجود في الانثى عشان الانثى تعمل عالم جديد. وفي فلسفة مدرسة هليوبلس صعب نحدد مين الأقدم في وجوده الأزلي، هل هو نون ولا أتوم؟ يعني مين اللي جه الأول؟ نون اللي هو المية الأزلية هي اللي جت الأول، ولا أتوم هو اللي جه الأول؟ عشان كده علينا اننا نقبل في الوقت الحالي ان اتوم كان متحقق طول الوقت في نون، وانه الكيان مجرد اتحول من صورة الى اخرى، او مجرد ناخد بترتيب الاحداث ان نون هو اللي جه الاول، وبعد كده اتوم، بعد كده تشو، وبعد كده تفنوت، وكون اتوم وتشو وتفنوت ثالوث من المادة وجوهر واحد. وده مفهوم جوهري قديم على فكرة، يعني قدم الحدوتة دي نفسها، وهنشوفه بيتكرر تاني كتير في أفكار مصر القديم فكرة الثالوث دي. وكمان هيصدروه لديانات تانية زي المسيحية مثلا يعني. وده بيفكرنا بالجدل اللاهوتي اللي تم إثارته بين مسيحي القرن الرابع والقرن الخامس الميلادي عن العلاقة والأفضلية لأشخاص الثالوث المسيحي. خلاص بس كده،
وباقي الحدوتة ما هي إلا محاولة طبيعية الترتيب في كيفية نشوء الأرض والسماء. وشاف المصري القديم إنه بكده وضع الإله أتم قوانين والقواعد في العالم، وانتقل ليونيرو إنارة مادية في تجسيده لرع إله الشمس، وبعد أن أنار العالم إنارة معنوية بالقواعد والقوانين اللازمة لبقاء وتطور العالم. ودي الحدوتة اللي موجودة في المصادر الموثوقة، لكن في مصدر أنا مرضتش ألجأ له كتير بسبب إنه أحداثه يعني لم تذكر فيما وصلنا من متون وبرديات من الدولة القديمة أو الوسطى أو الحديثة حتى، ولقيت إنه قصته فيها نوع من المبالغة ومش مرتبطة بالحقائق التاريخية اللي وصلت لنا ونعرفها لحد تاريخ المقال أو البودكاست ده. ولكنه مع ذلك يعني قصة حلوة مشوقة لأسطورة تخيلية من وحي الكاتب مستلهمها من الميثولوجيا المصرية القديمة، ولكنها ليست هي الأفكار الأساسية اللي كان بيعتقدها الحكيم والفيلسوف المصري القديم. والكتاب ده اللي أنا بتكلم عليه هو الجابتانة لمؤلفه مانيتون السمنودي. وأنصحك بقراءته، ولكن فقط بعد أن تعرف الحدوتة الحقيقية الكاملة كما رواها حقا أجدادنا الحكماء الفراعنة. بس كده حبيت بس أقول الموضوع ده للأمانة العلمية مش أكتر. وتوتا خلصت الحدوتة حلوة ولا ملتوتة، واشوفكم في الحدوتة اللي جاية وبداية بقى الملحمة العظمى للتسويع المقدس.